عزيزي المستمع، بتحس بإيه لما بتسمع الأصوات دي كلها؟ يا ترى بتحس زيي بالإحساس ده؟ إن مخك بقى عامل زي محطة مصر ساعة الذروة، 1000 فكرة داخلة و1000 إشعار طالع، وفي الآخر مفيش ولا قطر بيوصل في ميعاده. لو بتحس بكده أنت مش لوحدك، إحنا كلنا معاك في نفس القطر المتأخر ده. زمان كان أكبر تحدي للإنسان إنه يلاقي المعلومة، كان لازم يسافر ويقرأ ويبحث في كتب قد كده عشان يوصل لإجابة. النهاردة المشكلة اتقلبت 180 درجة، المعلومة هي اللي بتجري ورانا، بتخبط على شاشاتنا كل ثانية، بتصرخ عشان تاخد حتة من انتباهنا. المشكلة ما بقتش في نقص المعلومة، المشكلة بقت في فيضان المعلومة. النهاردة في نسمة صوت هنفتح ملف من أخطر ملفات عصرنا الحالي، ملف حرب الانتباه. هنشوف مين هو العدو الحقيقي اللي بيسرق تركيزنا كل يوم، وإيه هي الأسلحة اللي بيستخدمها ضدنا، والأهم هنقدم لك خطة حربية متكاملة فيها نصايح عملية وعلمية عشان تقدر تسترجع أغلى حاجة بتمتلكها في العصر ده، قدرتك على التركيز. استعد لرحلة هتخليك هاكر لعقلك وتعرف إزاي ترجعه تاني على الخط. قبل ما نحارب لازم نعرف بنحارب مين. العدو بتاعنا يا صاحبي مش مجرد الموبايل، العدو الحقيقي هو جيش من أذكى مهندسي وعلماء النفس في العالم، شغالين 24 ساعة في شركات السوشيال ميديا عشان يخلقوا منتج واحد بس: إدمانك. إزاي؟ بسلاح كيماوي بسيط وموجود جوه مخك اسمه الدوبامين. الدوبامين ده هو هرمون السعادة والمكافأة، مخك بيفرزه لما بتعمل حاجة حلوة. شركات السوشيال ميديا صممت تطبيقاتها عشان تكون ماكينة دوبامين، كل لايك بيجيلك جرعة دوبامين، كل شير، كل كومنت، كل إشعار جديد هو جرعة دوبامين. مخك بيبقى عامل زي الفار اللي في المعمل، كل ما يدوس على زرار ياخد حتة من الجبنة، فيفضل يدوس على الزرار بجنون. وليه بيعملوا كده؟ عشان حاجة اسمها اقتصاد الانتباه. في العصر الرقمي البترول الجديد مش هو النفط، البترول الجديد هو انتباهك. كل ثانية بتقضيها على فيسبوك، انستجرام، تيك توك، هم بياخدوها ويبيعوها للمعلنين. فالحرب كلها قايمة على مين يقدر يسرق أكبر وقت ممكن من يومك وتركيزك. وللأسف أنت الخسران الوحيد. طيب كفاية تشخيص، ندخل بقى في العلاج. استعادة التركيز ده عامل زي أي عضلة في الجسم، محتاجة تمرين. هنقسم خطتنا ل3 مهام رئيسية. المهمة الأولى: روض الوحش، سيطر على موبايلك، اقتل الإشعارات، دي أهم خطوة. ادخل على إعدادات كل تطبيقات السوشيال ميديا واقفل كل الإشعارات اللي ملهاش لازمة، خلي بس إشعارات المكالمات والرسائل المهمة. لازم انت اللي تقرر امتى هتفتح التطبيق، مش التطبيق هو اللي ينده عليك كل شوية. حول موبايلك لأبيض وأسود، جرب الحيلة دي. في إعدادات الموبايل في خاصية اسمها جراي سكيل أو تدرج الرمادي، لما بتشغلها شاشة موبايلك كلها بتبقى أبيض وأسود. الألوان الزاهية والأيقونات الملونة
دي جزء كبير من جاذبية التطبيقات. لما بتشيل الألوان، إدمانك للموبايل بيقل بشكل كبير جداً. اعمل ديتوكس رقمي. خصص أوقات معينة بس في اليوم هي اللي هتفتح فيها السوشيال ميديا، مثلاً يعني نص ساعة الصبح ونص ساعة بالليل. بقية اليوم الموبايل بعيد عن إيدك، ويفضل في أوضة تانية وإنت بتشتغل أو بتذاكر. قاعدة البعيد عن العين بعيد عن العقل بتشتغل هنا 100%. المهمة التانية، ابني عضلة التركيز. درب مخك. تقنية الطماطم دي تقنية عبقرية وبسيطة. اضبط تايمر على 25 دقيقة واشتغل فيهم على مهمة واحدة بس من غير أي تشتيت. بعد 25 دقيقة خد راحة 5 دقايق، قوم اتمشى، اشرب حاجة، وبعدين كرر الموضوع. بعد كل 4 طماطمات خد راحة أطول، ربع أو نص ساعة. الطريقة دي بتعلم مخك إنه يركز لفترات قصيرة ومكثفة، وده بيخليه ما يملش. أغوص في العمل العميق. ده مفهوم من كتاب بنفس الاسم للكاتب كال نيوبورت. الفكرة إنك لازم تخصص في جدولك بلوكات زمنية طويلة، ساعة، ساعتين، 3، لأهم وأصعب المهام اللي محتاجة تركيز. في الوقت ده ممنوع أي تشتيت، لا موبايل ولا إيميل ولا أي حاجة. ده الوقت اللي بتطلع فيه أحسن شغل عندك. قوة الملل دي أقرب نصيحة ممكن تسمعها. إحنا بقينا بنخاف من الملل، أول ما نحس بيه بنجري على الموبايل. لأ، اسمح لنفسك إنك تمل شوية. اقعد 5 دقايق بص من الشباك من غير ما تعمل أي حاجة. لحظات الملل دي هي اللي مخك بيعمل فيها ريستارت وبيرتب أفكاره، وساعات بتجيلك فيها أفكار أحسن من الأفكار الإبداعية. المهمة الثالثة، صمم بيئتك. جهز ساحة المعركة. اعمل كهف الشغل بتاعك. خصص مكان معين في بيتك للشغل أو للمذاكرة وبس. لما بتقعد في المكان ده مخك أوتوماتيك بيدخل في مود التركيز. بلاش تشتغل في السرير اللي بتنام فيه. نظف الفوضى. الفوضى اللي حواليك بتعمل فوضى جوه دماغك. مكتب نضيف ومترتب بيساعد على عقل صافي ومترتب. استخدم الأدوات المساعدة. ما تتكسفش تستخدم التكنولوجيا ضد التكنولوجيا. في برامج بتقفل مواقع السوشيال ميديا لفترة معينة، وفي سماعات عزل للضوضاء. استخدم أي حاجة تساعدك تخلق بيئة مناسبة للتركيز. طيب، بعد ما عرفنا الخطوات العملية دي، لو عايز تتعمق أكتر وتفهم اللعبة بشكل أكبر، في كام كتاب وتمرين ممكن يكونوا هم السلاح السري بتاعك في الحرب دي. الكتب أو الكتالوجات. كتاب العمل العميق لكال نيوبورت. الكتاب ده هو المصدر بتاع التركيز في العصر الحديث. هيعلمك إزاي تخصص وقت للشغل بجد وتطلع إنتاجية وجودة شغل محدش من زمايلك المشتتين يقدر ينافسك فيها. كتاب التقليدية الرقمية لنفس الكاتب. الكتاب ده هيعلمك إزاي تعمل دايت للسوشيال ميديا وتستخدم التكنولوجيا كأداة تخدمك مش كسيد بيتحكم فيك. كتاب غير قابل للتشتيت لنير إيال. ده بقى بيغوص أعمق شوية وبيقولك إن المشكلة مش بس في الإشعارات اللي بتيجي من بره، المشكلة في القلق والملل اللي بيجي من جوه. هيعلمك إزاي تتعامل مع نفسك الأول عشان ما تجريش على الموبايل كل ما تحس بإحساس مش مريح. تمارين عملية. التدريب اليومي. تمرين التأمل. مش لازم تبقى راهب بوذي، كل اللي محتاجه 5 دقايق كل يوم. اقعد في مكان هادي وركز بس على نفسك وهو داخل وخارج. كل ما تلاقي عقلك سرح
ترجعه تاني بهدوء لنفسك. التمرين البسيط ده بيقوي عضلة الانتباه في مخك بشكل كبير جدا. في تطبيقات كتير ممكن تساعدك زي كالم أو هيد سبيس. اعمل مفكرة التشتيت لمدة أسبوع. خلي جنبك ورقة وقلم، كل ما تلاقي نفسك اتشتت اكتب بسرعة ايه اللي شتتك وكنت حاسس بايه قبلها. ملل، قلق، زهق. في آخر الأسبوع هتبص في الورقة دي وهتكتشف أنماط التشتيت بتاعتك، وهتعرف إيه هي محفزاتك الحقيقية فتقدر تتعامل معاها. وفي الآخر يا عزيزي بنكتشف إن التركيز ده مش مجرد أداة عشان نخلص شغلنا أسرع، لأ، ده فلسفة حياة كاملة. القدرة على التركيز هي اللي بتخليك تقدر بجد تستمتع بكوباية شاي أو بحوار مع صاحبك أو بكتاب بتقراه. هي اللي بتخليك حاضر في اللحظة اللي انت فيها، بدل ما يكون جسمك في حتة وعقلك في حتة تانية خالص. الحرب على انتباهك مش هتخلص. كل يوم هتطلع تطبيقات وأدوات جديدة بتحاول تسرق حتة من تركيزك. بس الخبر الحلو إنك مش ضحية، انت اللي في إيدك الريموت كنترول بتاع عقلك. التركيز زي ما قلنا عضلة، وكل ما تمرنها هتقوى. محدش بيطلب منك ترمي موبايلك وتبقى راهب في دير، بس المطلوب إنك تبقى سيد التكنولوجيا مش عبد ليها. تستخدمها وقت ما انت عايز وتقفلها وقت ما انت تقرر. القدرة على إنك تقعد ساعة واحدة بس من غير أي تشتيت بقت هي القوة الخارقة الحقيقية في القرن 21. ودي كانت خطتنا الحربية النهاردة في نسمة صوت عشان تسترجع تركيزك. يا رب تكون الرحلة دي ادتك الأدوات اللي محتاجها عشان تكسب في معركة الانتباه. ولحد ما نتقابل في حلقة جاية وحكاية جديدة من حكايات التاريخ والعلم اللي بتنور عقولنا، هسيبك مع تحدي صغير. النهاردة جرب تقفل كل الإشعارات لمدة ساعة واحدة بس، واقعد مع نفسك أو مع كتاب أو مع فكرة وشوف إيه اللي هيحصل. يا رب يومك كله تركيز وإنجاز، وكل لياليك أنس وفرح وسعادة.